الكرة التي تصل إلى عبد سليم. حيدر سالم يتواجد أيضا في خط الدفاع للتغطية، لاعب الارتكاز، بينما الكرة جونيور يبعدها من أمام حميد الطائي. كرة طويلة، ضغط من عباس ياس ومضغوط على جونيور في الكرة. جونيور يخطئ والمرمى فاضي. الكرة الأولى، الله! الماتادور لولو بالا كورنادو يستغل ويضرب ويسجل الهدف الأول للسفارة. ماذا فعلت يا عبادي؟ كيف تركت مرماك؟ بأي طريق غادرت المرمى؟ كورنادو يعطي إنذار. السفينة قد أصلحت، السفينة قد عادت لترسي، لذلك عليكم الحذر. الآن السفينة أصلحت والرحلة ابتدأت، وبعد أن ظن الجميع القلعة قد هدمت، هي القلعة تعود، هي كرة الإسباني كورنادو في المرمى. الهدف الأول، الكرة الأولى. حرف حرف حرف، الولد اللعيب يسجل كورنادو. قيمة المحترف الحقيقية تظهر في هذه اللقطة، والتسديد من خارج المنطقة في مرمى علي، والكرة في مرمى القوة الجوية. الخطر قد أيضا قدم جيل شاب، رفض الفريق بالأسماء الشابة في الموسم الماضي وأنقذ الفريق. ومحمد قاسم نصيف، سعد يطلب من حكم المباراة أن يعود إلى غرفة الفيديو، والآن اعتراض ويبدو أن هنالك عودة. أنا من رأيي هنالك عودة، لكن كيف؟ زاوية تبين أن سومر فعل شيء لسعد عبد هذه اللقطة وهذه الزاوية ربما تعيد زيد إلى غرفة الفيديو والأنظار على زيد ثامر. أنا أقول ربما، لأن القرار والرؤية في غرفة الفار بأن يأتي أو لا يأتي. هو سيناديهم، سيقول أتوني بلقطة تثبت أن هنالك شيء، أن هنالك خطأ، وربما الحكم سيعود إلى الفار أو ربما يعطي استمرارية اللعب. الفار يستدعي حكم المباراة زيد ثامر، يذهب إلى شاشة الفيديو، والكرة في منطقة الجزاء قد حصلت الحالة فيها، وفرحة في الجانب الأزرق المقابل. آتوني بخطأ، وقائد الفريق لاعب الخبرة سومر ماجد، هل ارتكب الخطأ الذي سيعطي ركلة جزاء؟ هذه الزاوية الآن مسك سعد، سحب سعد، والحكم هنا سيتخذ القرار الدولي السيد زيد ثامر بعد إدارة مثالية للمباراة. الآن هو على موقف مع قرار يعطي نجاح أكبر لقراراته السابقة، يعطي إسناد كبير. هل في أوفسايد؟ ما في أوفسايد؟ هل في مسك؟ هل في شد؟ أعطوني الزاوية المثالية. لاحظ هنا الكرة، من هنا بدأت الحالة، من الركنية لعبت إلى محمد قاسم، لعب الكرة ولقطة سريعة بطيها شوي. الآن الحكم ينتظر أخذ القرار، إذن عاد إلى شاشة الفار وكأنه يذهب إلى منطقة الجزاء، والركلة جزاء تأتي الآن. حصل عليها سعد، حصل عليها القوة الجوية، وفرصة العودة إلى المباراة من الصقور، فرصة الثبات من القوة الجوية. الأمور الآن في انتظار منفذ ليحسم هذه الفرحة، ليحسم هذه العودة. هل أتانا لاعب يستطيع أن هل يستمر في عطاء الكبير في هذه المباراة؟ القوة الجوية ينتظرون العودة إلى التعادل من خلال قدم سعد عبد الأمير، ينتظرون سعد لكي يسجل الهدف ويعيد وسام رزق إلى المباراة. المدرب القطري يضع آمال على لاعب خبرة كبير في الفريق. الآن سعد عبد الأمير في انتظار تنفيذ ركلة الجزاء، في انتظار إعطاء الإذن، في انتظار بداية هدف لموسم ثاني مثالي لسعد عبد الأمير مع القوة الجوية. عبد سليم وسعد عبد الأمير، سعد يتقدم الآن، سعد وعبد وسعد، الله!
لاعب الخبرة يظهر في التوقيت المطلوب، يظهر في الوقت المناسب، ويعيد القوة الجوية إلى التعادل، يعيد الصقور إلى التحدي، والجميع يهتف فليحيى سعد، فليحيى سعد. وهنا شجار كبير، شجار كبير وبطاقة على نصيف. بدأت الأصوات تتعالى، هذا المطلوب من جماهير الصقور، هذا الجمهور المنتظر، جماهير العريق الآن عادت إلى المباراة، الآن عادت إلى الأجواء بعد أن سجل فريق هدف التعادل، هدف لهدف. هنا ركلة الجزاء، هنا الشد من سومر ماجد، هنا خطأ الكابتن، وهذا سعد يضعها في الزاوية 90، يضعها في الزاوية الصعبة على عبد سليم، وبالخبرة سعد يسجل. بينما هنا كرة تلعب إلى عبد الله العمري في انتظار هدف، في انتظار هدف يا كاسانيدا، كاسانيدا يتقدم ينقلها، الله 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 الذي يحدث في أرضية الملعب. إن الكرة ترفض السفانة، إن الكرة ترفض الميناء، والسفينة عادت، أصلحت وعادت جارفة، أصلحت وعادت جارفة. فعليكم الحذر، أي أداء وأي فرصة الآن تأتي، يا الله على سكة الموت، يسير الصقور ولا يبالي، يسير الصقر ولا يبالي. القوة الجوية عاد من الأعماق، عاد من القلب، وتسديدة خرجت من القلب. مصطفى سعدون يرفع راية التحدي، يرفع راية الانتصار. إن تعادلوا سيفوزوا ويتقدمون الآن، يتقدمون الآن. والفرصة التي أتت، الفرصة التي سجلت، والكرة في المرمى. من هنالك رفضت العارضة، ومن هنا قبل المرمى أن تدخل كرة. لاحظ كرة عالية، خطأ من حيدر، وهذا سعدون لف وسدد كرة في المرمى، سددها من القلب، سددها من القلب إلى مرمى مصطفى، إلى مرمى عبد سليم وليس مصطفى. الهدف الثاني يأتي ويدون الآن قبل الذهاب إلى تحدي التعاون، ينهي درب العراقة بهدف لمصطفى سعدون. هكذا هي الأحوال في ملعب الشعب، هكذا هي